الله بالخير. تحدثنا سابقا عن نتائج وتداعيات قرار 666 لسنة 1980 سيء الصيت، والصادر عما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل، واللي تم تنفيذه على عدة مراحل، وكان الهدف منها القضاء على أكبر عدد من أبناء المكون الفيلي والتالي إبادتهم. المرحلة الأولى شملت إلقاء النساء والأطفال وكبار السن من الفيليين على الحدود العراقية الإيرانية وتركهم في مواجهة مصير مجهول. المرحلة الثانية كانت إلقاء القبض على الرجال والشباب الفيليين وتغييبهم بالمعتقلات بأكثر من طريقة. زين هسه شنو بقى من الفيليين؟ بقى أبناء المكون الفيلي المتزوجين من بقية المكونات العراقية الأخرى. هذول شلون ممكن يتخلصون منهم؟ هاي شوية صعبة، لكن الفكر الإجرامي ما يعرف صعب ولا مستحيل، والحق يقال البعثيين صراحة كانوا مبدعين باختراع الأساليب الإجرامية والقمعية. أصدروا تعليمات إنه الرجل المتزوج من فيلية إذا طلقها ينطوا 4000 دينار، وإذا كان عسكري لا لحساب أكثر ينطوا 6000 دينار. وطبعا العكس صحيح أيضا، بمعنى إنه المرأة إذا كانت متزوجة من فيلي وطلبت الطلاق منه فراح ينطوها نفس المبلغ، وبذاك الوقت كان الدينار العراقي يعادل أكثر من 3 دولارات. وانتوا حسبوا. مثل هذا القرار وأمثاله من القرارات إيش قد شجعت على تفكيك أسر وعوائل، وإيش قد غيرت من نسيج المجتمع العراقي والقيم والمبادئ اللي تربينا عليها. كتبوا لي بالتعليقات.